يلا بينا نحضر ماتش الاهلي والجونه في الدوري. اول حاجه عايز اتكلم عليها منظر جمهور الاهلي. بصراحه منظر جمهور الاهلي صعب جدا، عدد الجمهور قليل قوي. الناس كانت بتقول الاول اصل الماتش كان الساعه 4 اللي فات فما كانش فيه جمهور، اصل الناس في الشغل، اصل الناس مش عارفين. طب النهارده الماتش الساعه 7 بالليل والدنيا تمام، الناس المفروض انها خلصت شغلها، برضو العدد قليل بطريقه بشعه. الشوط الاول خلص على طول وما كانش في حاجه نتكلم عليها. طبعا امام عاشور وجون والجمهور، يبقى حفله على نادي الزمالك. ايه اللي عمر السهل ده؟ تاني للاهلي. خلص الماتش، مبروك للاهلي. امام عاشور مان اوف ذا ماتش. امام عاشور شفناه في ماتشين جاب 5 اهداف، الماتش اللي فات 3، الماتش ده الاثنين. فهل في تغير في التعليمات اللي بياخدها امام عاشور، خصوصا ان احنا بقينا بنشوفه في منطقه الجزاء بشكل كتير جدا كل ماتش؟ بالظبط، انا قلت له لازم يحرز اهداف وبس كده الحمد لله.